السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله يا سنة ستة هنحل مع بعض امتحان محافظة الإسكندرية إدارة غرب التعليمية. طبعا الامتحان ده تقدروا تلاقوه في كتاب سلاح التلميذ في صفحة 228. يلا بينا مع بعض نبتدي حل الامتحان، والبداية هتكون مع السؤال الأول. ألف. السؤال الأول: اختر إجابة صحيحة مما بين الأقواس. والعبارة رقم 1: إن نيوتن بيساوي تقريبا وزن جسم كتلته 10 جرامات ولا 100 جرام ولا 1000 جرام. طبعا الإجابة الصحيحة هي إن نيوتن بيساوي تقريبا وزن بتكون كتلته 100 جرام، يعني هنختار 100 جرام من الاختيارات اللي بين القوسين. أما بقى العبارة رقم 2: الترمومتر أجهزة قياس درجة حرارة ولا كتلة ولا الوزن. طبعا الإجابة الصحيحة هي إن الترمومتر بنستخدمه في قياس درجة الحرارة، سواء درجة حرارة جسم الإنسان أو درجة حرارة السوائل. أما بقى العبارة رقم 3: المسؤول عن إرسال استجابات لأعضاء الحس هو المخ ولا النخاع المستطيل ولا النصفان الكرويان. وطبعا الإجابة الصحيحة هتكون النصفان الكرويان. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة: بيدخل غاز نقط في تكوين الأنسجة الحية، الأكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون ولا النيتروجين. طبعا الإجابة الصحيحة هتكون هي شطار، برافو عليكم، غاز النيتروجين. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. ب بعنوان الشكل المقابل بيمثل نقط. طبعا الشكل المقابل ده بيمثل الترمومتر المئوي، فهنكتب هنا كده مكان النقط الترمومتر المئوي. طبعا الترمومتر المئوي ده بيستخدم في قياس درجة حرارة السوائل. اما بقى رقم 1 طبعا في شكل الترمومتر، فطبعا رقم 1 ده مستودع به زئبق. هنكتب هنا كده مستودع به زئبق. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التاني. وألف في السؤال التاني: أكمل العبارات الآتية. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم 1: بينتج عن تقليل الضغط عن غاز ثاني أكسيد الكربون السائل نقط. طبعا أما بقلل الضغط عن غاز ثاني أكسيد الكربون السائل اللي بينتج هو الثلج الجاف، فهنكتب هنا كده مكان النقط الثلج الجاف. أما بقى العبارة رقم 2: بيتركب الجهاز الحركي من الجهاز نقط والجهاز العضلي. طبعا الجهاز الحركي بيتكون من الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. أما بقى العبارة رقم 3: أداة قياس الوزن هي، يعني عشان أقيس الوزن بستخدم إيه؟ طبعا بستخدم الميزان الزنبركي، فهنكتب هنا كده مكان النقط الميزان الزنبركي. طبعا وحدة قياس الوزن هي نيوتن. أما بقى العبارة رقم 4: جزيء نقط بيتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين. طبعا الإجابة هتكون جزيء الماء، يعني الماء عشان يتكون محتاجة ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. وب بعنوان قارن ما بين الترمومتر المئوي والترمومتر الطبي من حيث التدريج. طبعا الترمومتر المئوي تدريجه بيبدأ من 0 درجة سيليزية، وطبعا بيوصل ل 100 درجة سيليزية، يعني هو بيبتدي بصفر وبيوصل ل 100 درجة سيليزية. أما بقى الترمومتر الطبي اللي بيستخدم في قياس درجة حرارة جسم الإنسان، فطبعا بيبدأ من درجة 35 درجة سيليزية، وطبعا بينتهي أو بيوصل لدرجة 42 درجة سيليزية. كده نكون قارنا ما بين الترمومتر المئوي والترمومتر الطبي من حيث التدريج، وكمان انتهينا من حل السؤال التاني. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت. السؤال التالت: ألف. اكتب المصطلح العلمي
العبارة رقم 1، الغاز اللي بيمثل أعلى نسبة في الغلاف الجوي. طبعا احنا عرفنا إن كل غاز ليه نسبة في الغلاف الجوي، يعني غاز الأكسجين نسبته 21%، غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 3/100%، غاز النيتروجين نسبته 78%. يعني معنى كده إنه أكتر غاز موجود في الغلاف الجوي غاز النيتروجين. أما بقى العبارة رقم 2، بيوجد داخل الجمجمة أمام المخيخ. طبعا اللي بيوجد داخل الجمجمة أمام المخيخ ده هو النخاع المستطيل. أما العبارة رقم 3، مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها، فطبعا بقول عليها مواد رديئة التوصيل للحرارة. أما بقى العبارة 4، اتحاد الأكسجين مع العناصر بسرعة وبينتج عنه ضوء وحرارة. طبعا الاتحاد ده احنا بنقول عليه الاحتراق، يعني لما غاز الأكسجين بيتحد مع أي عنصر بسرعة وينتج ضوء وحرارة ده اسمه احتراق. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى هننتقل لب. ب بعنوان ماذا يحدث مع ذكر السبب العلمي. العبارة رقم 1، عند لمس كوب به ماء ساخن، ايه تفتكروا اللي هيحصل وايه السبب العلمي لكده؟ طبعا الإجابة هتكون إننا بنشعر بالسخونة، يعني بنحس بسخونة، وده لانتقال الحرارة من كوب الماء الساخن إلى اليد، لأن طبعا كوب الماء الساخن هو الأعلى في درجة الحرارة واليد هي الأقل في درجة الحرارة، وإحنا عارفين إن الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة. أما بقى العبارة رقم 2، ماذا يحدث عند تعيين وزن الجسم على سطح الأرض ثم تعيينه في المنطاد؟ يعني أما أقيس وزن الجسم على سطح الأرض بعد كده أقيسه في منطاد. طبعا اللي هيحدث هو بيتغير وزن الجسم حيث يقل عند تعيينه في المنطاد. يعني لو جيت وزنت الجسم على سطح الأرض بعد كده وزنته في المنطاد، طبعا في المنطاد هيكون وزن الجسم أقل. ليه؟ لأن الوزن بيقل بالابتعاد عن مركز الأرض. هو ده السبب العلمي لتغير وزن الجسم. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث، ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع. ألف، السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. العبارة رقم 1، بيجمع غاز ثاني أكسيد الكربون بإزاحة الماء إلى أعلى. طبعا التصويب أو التصحيح هو إنه بيجمع بإزاحة الهواء إلى أعلى، فهنكتب هنا كده الهواء. أما بقى العبارة رقم 2، وزن الجسم على القمر 3 أمثال وزنه على الأرض. طبعا التصويب أو التصحيح إن وزن الجسم على القمر بيكون سدس وزنه على سطح الأرض. أما بقى العبارة رقم 3، المخ مسؤول عن نقل الرسائل العصبية. طبعا التصويب أو التصحيح هو إن الحبل الشوكي هو المسؤول عن المهمة دي، فهنكتب هنا كده حبل الشوكي. هو ده التصويب الخاص بالعبارة رقم 3. أما العبارة رقم 4 بقى، بيستخدم البلاستيك في صناعة أواني الطهي. طبعا التصويب او التصحيح انه بيستخدم في صنع او في صناعة مقابض اواني الطهي. انا بصنع مقابض اواني الطهي من مواد رديئة التوصيل للحرارة عشان اني اقدر امسك الاواني دي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الرابع. دلوقتي بقى هننتقل لب، وب بعنوان نعلل لما يأتي. العبارة رقم 1، بتستخدم الملابس الصوفية الثقيلة في فصل الشتاء. طبعا احنا في فصل الشتاء بنرتدي ملابس الصوف الثقيلة عشان طبعا الإجابة هتكون للمحافظة على حرارة الجسم وعدم الشعور بالبرودة. هو ده التفسير أو التعليل ليه بنرتدي الملابس الصوفية الثقيلة في فصل الشتاء. أما بقى العبارة رقم 2، في سؤال علل، وعلل بيستخدم لهب الإكسي ستايلين في قطع المعادن. طبعا اللهب الإكسي ستايلين بيستخدم في قطع المعادن، وده لأن درجة حرارته 3500 درجة وهي بتكفي لصهر وقطع المعادن. هي دي إجابة العبارة رقم 2 في سؤال علل. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الرابع والأخير في الامتحان، امتحان محافظة الإسكندرية إدارة غرب التعليمية. بتمنى طبعا إن الفيديو يكون مفيد ليكم يا سنة 6،
وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله من فيديوهات قناة بوابة العلوم.